السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو معايا. وكنتمنى اللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصل له كل جديد ديال هذا المسلسل اللي غادي نحكيه لكم. اليوم كما عودتكم غادي نحكي لكم على بعض الحلقات الاخيره ديال مسلسل جريت وجريت، من الحلقات الاخيره ديالو. مهم دابا غادي نبدا بغيتا، واخا حياتها فيها بزاف ديال المشاكل ولكن حياتها ماشيه مزيان مع الزوج ديالها انس. كانت كتعتبر الزوج ديالها احسن زوج. عمرها ما تخيلت بانه غادي يخونها مع شي وحده بحال اللي دار الاب ديال غيتا مع الام ديالها الخيانه الزوجيه. ولكن زينب كتقول انس افكار سلبيه على الزوجه ديالو، بانها ما كتعتنيش به، ما كتعتنيش بالابناء ديالها، ما كتقومش كواجب كزوجه. طبعا هاد الافكار غادي تاثر على انس، وغادي يقول غيتا ما بقيتيش كديها فينا، ما بقيتيش تبدلتي علينا، ما بقيتيش كديها في ولادك. وغادي تبدا تتفاجأ بهاد المعامله اللي كيعمل لها انس، ومع الاب ديالها باقي عاد مات وكيعمل لها هاد المعامله. طبعا انس غادي يبقى يمشي عند زينب، بغى يجوز الوقت ديالو كامل مع زينب، وهي غادي تستغل هاد الوقت، غادي في عيد الميلاد ديالو غادي تبقى تعطيه هدايا. زينب صافي استغلت الوقت كامل وهي كدوزو مع انس. كما شفتوا غيتا غادي يبقى يدخل لها الشك، خصوصا انها كتعتبر زينب من عائله ودخلتها لدارها وعملتها وعطاتها الثقه، وكتحاول تعمل ما في جهدها باش تطلق من راجلها. ولكن للاسف زينب غادي تبقى باش تثبت الخيانه نغيتا على الزوج ديالها. ولكن غادي تعمل واحد الخطه جهنميه. غادي تعيط للصحافه وغادي يجوا وغادي يجي الزوج ديالها وغادي يحصلها مع امين، والراجل ديالها انس غادي يعيط للشرطه وغادي يدوها للسجن. وكيثبت عليها بانها هي اللي كتخونو مع امين، ولكن للاسف هو اللي كيخونها مع زينب. وبالطبع ولكن الاخت ديالها صوفيا والام ديالها ما غاديش يسكتوا، وكلوا عليها محاميين وغادي يخرجوها. غادي تجي عند الابناء ديالها باش تشوفهم، ولكن انس غادي يمنعها تشوف الاولاد ديالها ومنعها تدخل حتى للبيت وجرى عليها. غير تبقى فيها الحال ومشات عند الام ديالها كتبكي. وبالطبع الام ديالها عارفه بان الابنه ديالها بريئه، وان هاد العلاقه اللي كتجمعها مع امين غير علاقه صداقه، بانه هو كان كيقرا معاها. ولكن غيتا عرفت بان زينب هي اللي عامله هاد المشاكل كاملين. غيتا ما غاديش تسكت، غادي تبين البراءه ديالها. وانس غادي يندم بزاف على داكشي اللي دار من غيتا، وغادي يطلب منها السماحه. ولكن غيتا غادي تقول له طلقني لانك ما وقفتيش معايا في اللحظات الصعيبه اللي كنت كنمر منها وما ساندتينيش. اما بالنسبه لزينب غادي يكون الهوس ديالها هي تفرق انس على غيتا، وكتحرض على غيتا زينب، وغادي يشدها البوليس وغادي تدخل للحبس بتهمه تحريض على غيتا. اما بالنسبه لامينه، ملي مات الرجل ديالها واكتشفت بانه كان كيخونها مع امراه اخرى، دخلت واحد الصدمه كبيره. وهاد الصدمه اللي غادي خرجها منها هو عبد الملك، واخا كان عارف بان الزوج ديالها كان مزوج ما قالها ليهاش. هنايا عبد الملك يحاول يتقرب من امينه وكيعبر على الاحاسيس ديالو اللي كيشعر من الاتجاه ديالها، وكيقول لها بان كان كيبغيها شحال هادي. ولكن امينه هنايا ما غاديش تبغي، لان عندها مشاكل ديالها مع الابناء ديالها.
ولكن عبد الملك غادي يبقى مصر باش تزوج به امينه. حتى الابناء ديالها رفضوا هاد العلاقه، ولكن ملي شافوا الام ديالهم فرحانه وعبد الملك كيبغيها صافي تقبلوا الوضع وتزوجت امينه بعبد الملك. هنايا طارق كيهضر مع صوفيا وكيقول لها بان خصو اطفال، ولكن هي ما تقبلتش الوضع اللي اكثر كتشوف الخيانات الزوجيه. صافي هنا يبدا كيقنعها وصافي، واكتشفت بان الطريق ماشي بحال ديك الازواج الاخرين، وصافي في الاخر غادي تشوفوها حامله صوفيا، وغادي تكون حياه سعيده مع طارق، وغادي تكون الحياه ديالهم سعيده. اما بالنسبه لامال هنايا صافي حياتها توقفت بمشاكل ديال عجوزتها وراجلها، بانها تقول لعجوزتها انا عييت صبرات، الا ولدك عمر تنلف الشتات، الا خليته كيعتمد على الاخرين كيعتمد عليا في اي حاجه. هنايا عجوزها صافي تقول لهم طلقوا، وفي الاخير الشامه هي اللي غادي توقف هذا الطلاق، اللي غادي انبى الضمير ديالها وغادي تقول لهم علاش ما تطلقوش، عندكم الابناء ديالكم خصكمش تخلوا عليهم. صافي شامه انبى الضمير ديالها لان ما كانتش كتعاملها معامله بحال بنتها، وكانت كتعتبرها شي وحده زايده. امل صافي مشات عند والديها ومن بعد رجعت، والابناء ديالها كانوا توحشوها، من بعد رجعت عند الزوج ديالها صافي، وتقدت الامور ديالهم رجعوا مزيانين. غادي تشوفوا الحلقات في الحلقات الاخيره ديال مسلسل جريت وجاريت. اما بالنسبه للحياه كما شفتوا الراجل ديالها كان تشد ليه، ما بقاش كيمشي على رجلو، ولكن حياة كافحات وصبرات مع الزوج ديالها والابناء ديالها، والحمل كامل رجع ليها. يعني كما شفتوا في الحلقات الاولى كامل الحمل رجع ليها، وكانت كتخدم وحامله، وراجل ديالها مقعد في الدار، محلتا الدار محلتا الخدمه محلتا الابناء ديالها، غيتا غتحمل وغادي تولد. وهاد الطرف تبع الابنه ديالها، كما شفتوا الابن ديالها غادي يختطفوه ليها، ولكن غيتا وقفت معاها ورجعت الابنه ديال حياة اللي كانت بعتها، وغيتا غادي توقف مع حياة وغادي دير الراجل ديالها المستشفى، وغادي يعمل عمليه، وغادي يبقى على رجله، وغادي تعيش حياة مع الزوج ديالها حياة سعيده. وصافي في الاخير زينب دخلت من السجن ودخلوها سبيطار ديال المجانين بالصدمه ديال الزوج ديالها الاول ومدوز عليها الاب ديالها. هنايا وصلنا الى نهايه الفيديو، نقول لكم يلا السلام عليكم، الى الفيديو اخر مع حلقه اخرى ان شاء الله.